السلام عليكم. جيت اليوم بغيت نحكي لكم القصه ديالي. هاد القصه اللي فيها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات وبزاف ديال المراوات كيتغشموا، وما بغيتكمش اخوتي تطيحوا في هادشي اللي فاش تحت انا. على داكشي بغيت نعاود لكم القصه ديالي من الاول حتى الاخر. ما عليكم اخوتي غير ادعيوا لي شي دعيوه ديال الخير ولا يفك سراحي كيف ما كنقولوا. فقبل ما نبداو القصه ديالنا فما فيها باس نزيد نعرفكم على راسي شويه. سميتي مريم، وفي عمري دابا 30 سنه. انا تربيت مع عائلتي عاديه، واحد العائله اللي محافظه بزاف. الاب ديالي كان واحد الانسان اللي داخل سوق راسو، هادشي كامل راه بشهاده الجميع. الام ديالي واحد الانسانه اللي ربات بيت. المهم انا كنت خرجت من السيزيام ماني، ما كانتش كملت قرايتي لظروف عائليه. كانوا الام ديالي والاب ديالي في شي نقاشات وهادي، وحتى المصروف كان عندنا قليل شويه بحكم الاب ديالي كان عليه شي ديون اللي ضاغطه بزاف ومرحموش. فانا كنت ثقيله عليهم بالمصروف ديالي بالقرايه ديالي، خصوصا انني كنت واحد الانسانه اللي مربيه ما كنشد فلوس من عند حد وما كنطلب من عند حد، داكشي اللي عندي كنقضي به. فدارت الايام وانا جالسه غير في الدار. نتوما عارفين حياه روتينيه، كنوض الصباح ديال نشقى، نعجن طيب. الوالده كانت ضغطات عليا في داك الشغل ديال الدار وكل شيء عليا، ولا اي حاجه رجعت كنديرها انا، اي حاجه بغاوها ديرها مريم، شي صخره ديرها مريم. فانا طلع لي الدم بزاف، خصوصا انني عندي خوتي وزعما اللي يعاونوني بنات وهادي، هما كانوا لا هما كيطلقوا الشعر ويديروا المكياج ويخرجوا يتساراو ويدوروا مع صحاباتهم ومع صحابهم. انا كنت غير الدار، ما كانش كيعجبني انني ديك الحياه هكاك، انني نخرج وندير مكياج ونطلق شعري. كنت انا دايره الدريره ديالي ومتقيه الله، وما كنت باغيه حتى شي حاجه. كنت باغيه انا غير شي ولد الناس اللي يسرني ونسترو ويكون عنده باش يعيشني، لانني الحياه الازمه دوزتها. فما بقيتش قاده انني نتزوج بشي واحد ما عندوش، لانني داكشي اللي عشتو مع الاب ديالي بما فيه الكفايه. فالديون الضغوط حتى قرايتي ما بقيت كنقدر، مكنلقاش باش نقرا. خلاني انني نفكر هاد التفكير هكا. فبقيت هكاك تقريبا درت 19 عام. مشيت كنت غير عند واحد شي ناس هكا من العائله، بقينا كنتجمعوا. ايوا انت يا مريم شنو كديري؟ نتوما عارفين السوق ديال العائله. ايوا ما كملتيش قرايتك، واش كتسنى انت جالسه غير عند والديك؟ علاش ما تنوضيش تزوجي وتشوفي لك شي ولد الناس اللي يسترك وتستريه وتكملي دينك؟ فضحكت انا تبسمت. هما كانوا ديك الساعه كيمعنيو ليه كوم كوا كاين شي واحد راه باغي يتزوج، ولكن انا باقل ديال الصغر كنت كنضحك نقول لهم اللي جابها الله مرحبا بها. يمكن هاد ولد الناس واجد وخد بالزواج، علاش لا يجي ونتزوجوا وما فيها عيب. اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه. انا هذا هو كان الفكره ديالي. قلتيني انني المراه ديال الدار وقاده بشغلي، وماشي يعني داك النوع ديال البنات ديال اليوم. كنحتاج اكوافوره نمشي هادي نزوق هادي. انا واحد الانسانه اللي بلديه وباغيه في ربي وليداتي على سنه الله ورسوله، ونربي وليداتي في طاعه الله، وربي واحد الجو اللي هو عائلي وجو اللي هو ديني. وديك الغده اللي عندي في قلبي انني ما قريتش، بغيت نديرها في ولادي ونقريهم ونوصلهم المراتب اللي هما عاليه بزاف ويشدوا لي بوست ديالهم. ما باغا منهم والو، باغا غير نقري وليداتي. فدوك العائله قالوا لي مريم ما حنا ما نخبيو عليك، ولدنا راه باغي يتزوج، وها فين خدام وها فين خدام، عنده بوست ديالو زويون، وراه عمرو مازال تا هو صغير وما عمرو تزوج. قالت لي الا كنتي مكتبه له انا راني بغيتك، ولكن هو راه مازال ما شافكش. قالت لي ولكن هو راه دابا غير راه كونجي هنايا وراه كيقلب باغي يتزوج. الا كنتي زعما باغيه
بقينا نعيطلو يجي غير يشوفك وشوفيه وديروا ديك الشوفه الشرعيه، ولا كنتم مكتابين لبعضياتنا نجيو للدار نخطبوك زعما من عند والديك. قلت لها صافي واخا غيعيطيلو انا زعما بنيتي وزعما باغا نتزوج، خصوصا اني ما كنهضر مع حتى شي واحد، ما كنعرف حتى شي واحد وما كنبغي حتى شي واحد. صافي هي هذيك جا السيد شافني الصراحه الله يلاه شاف فيا شوفه واحد عينيه، ماشي من داك النوع اللي كيبقى كيشوف ويشوف ويطلع فيك ويهبط ويشوف العطاي وكدوادي، بالعكس السيد والو زعما شاف شوفه في وجهي وصافي. وكذلك انا شفتو في وجهه صافي ولجات حمراء 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 حمراء، شتي بحال شي معطيشيه، لانني انا ما مولفاش قلت لكم بالخروج والدخول. صافي السيد شويه هو خرج وصونت عليه امو، قالت له يوم درا ما قلتيناش الراي ديالك في لاله العروسه. قال لهم انا قابلها راه باينه فيها بنت الناس، انا ما كيهمني لا زين لا زواء لا حتى شي حاجه، انا باغي نتزوج وندير واحد الاسره ديالي. صافي انا كنت ديك الساعه قابله، صافي قلت لهم مرحبا بكم للدار. هي هذيك خطاو واحد السيمانه بحال هكا جاو للدار درنا خطوبه. فالسيد بديت كنهضر معاه في التليفون، تبادلنا الارقام التليفونات وهو يقول لي شوفي بنت الناس انا راه ما باغي منك والو زعما هادي، وانا الحاجه الوحيده اللي تقدري ما تقبليهاش هي اني انا ملتزم ما باغيش انني ندير العرس ولا شي حاجه، انا غادي ندير صدقه وصافي. بغيتي انتي ديري شي حاجه بنت الناس ما غاديش نقدر زعما نعارض عليك ولا شي حاجه، داكشي كيبقى ديالك، ولكن انا راه ما غاديش ندير. قلت له صافي حتى انا راه طاح الحك وصاب طاح، حتى انا راه ما باغيش داك الضياع اللي غادي نضيع غنمشي غنفرش به دويرتي. قال لي الدار عندي مجهزه من اي حاجه، جيبي غير حويجاتك واجي. صافي هي هذيك درنا واحد 2 سيمانات وجدنا الوريقات ديالنا، مشينا تكتبنا درنا العقد ديالنا. فرحت عنده للدار السيد الله يعمرها يسلعها، كنا ساكنين غير بجوج بينا معيله مو لا باه لا حتى شي حاجه الصراحه، الله التقار وصدق ولد الناس. و اش نقول لكم، هنا غتبدا القصه ديالي الحقيقيه. فتخيلوا معايا انني ملي تزوجت بهذا السيد واحد البنت كان كيعرفها، هادشي عاودولي. المهم انا بديت كنطيح ووليت كندير شي تصرفات اللي ماشي هما هادوك، و اش غنقول لكم دازت عليا دوزه خايبه. فراجلي قال لي شوفي بنت الناس انا راني شاك في واحد السيده كنت كنعرفها وكانت بيناتنا واحد العلاقه، ولكن هي راه ما صدقاتش، راه كانت كتخوني وكنت باغي نتزوج بها ولكن صدقات كتخوني، فما نقدرش انني نتزوج بشي وحده كنت كتهضر مع الدراري ولا شي حاجه، خصوصا خيانه وانك تموعدها بالزواج. كنت كنضحك عليها. قال لي انا شاك فيها هي اللي دارت لك شي حاجه، وخصوصا هي راه جارتنا، وملي سمعتك انك تزوجتني راه غدير المستحيل باش تاذيك، وهي واحد النفس ديالها خبيثه. ايوا صافي وليت اخوتي كنطيح غير كنسمع القران نطيح، وليت اي حاجه كان مهم تبدلت، وليت منا كلمه والو كتشدني واحد الحاله اللي هي خايبه. فقال لي راجلي شتي يا بنت الناس شنو غادي ندير، قلبي على شي فقيه هكا يمشي يقرا عليك ونشوفوا شنو بيك. فصافي ولينا انا وراجلي كنمشيو كنقلبوا كنسقسيو الناس، سقسينا عمو قالت لنا واحد الفقيه راه هافين وافين وراه مشكور، والناس كامله كتمشي عنده وراه كيداوي والناس كتشكرو. فهو كان بعيد علينا من المدينه اللي فين ساكنه، ولكن مو كتعرفوا. صافي مشيت عند داك الفقيه انا وراجلي، فهو كان كيقول لك هو كيدخلنا لواحد البيت، وكنبقى غير انا والفقيه، وكيقول لك ممنوع يدخل شي واحد معاك ولا شي حاجه لانني كندير الطقوس ديالي. فبديت كنمشي عنده النهار الاول اللي مشيت شافني مع انا ما نكذبش عليكم زوينه وعندي حقي في الزين، وزعما واحد الانسان اللي زوينه بمعنى الكلمه، وزعرة وعندي لاطاي زوينه. فملي مشيت وسد عليا الباب راجلي بقى برا. المهم هو لقيته مواجد داكشي اللي كيدير للناس، فاعطاني واحد الكاس ما عرفتوش ديالاش، واش حليب واش قهوه واش ما عرفتش انا داك اللون ديالاش، وهو داير لي فيه واحد المنوم. تخيلوا معايا انا كنشرب داك الكاس اللي عطاني، قال لي ضروري تشربيه وشربيه دقه واحده ما تبقيش كتفتشي ولا شي حاجه.
قلت له صافي واخا بحكم انني عندي انا واحد النيه اللي هي ديال الدواء، ما عنديش واحد النيه اللي هي خايبه. ايوا صافي شربت داك الكاس. انا كنشرب داك الكاس وانا كنحس بالفشله، كنحس بيديا ما بقيتش قاده. كنقول له فين انا، شنو كندير هنا؟ بقيت فاهمه حتى لعبه. صافي شويه وانا كنضحكه وما عقلتش على راسي، ما عقلتش على راسي شنو داروا هادي. فهو استغل الفرصه ومارس عليا علاقه، مارس عليا علاقه جنسيه. واحد كيمارس بواحد العلاقه وحشيه، ماشي شي واحد اللي بحال شي واحد اللي مكبوت، بحال شي واحد اللي ما عمرو شاف المراه. اش غنقول لكم، تكرفس عليا تكرفيصه ديال المعقول. الله ياخذ فيها الحق في هذا النهار. وولد الحرام شنو كيدير؟ عنده كاميرا في البيت، يعني هو كيمارس عليك وهو كيصور داكشي عريان، عريانه ما لابسه حتى شي حاجه. زول لي حوايجي، زول لي كل شيء، خطر الفرصه ديالو. راجلي كيتسنى مسكين على اساس انه راه كيداويني، ولكن هو راه غتغنم الفرصه بحال شي وحش ادمي. ايوا هي هذيك يا خوتي. بقيت هكاك صافي حتى فقت شويه، قلت له شنو كندير انا هنا وشنو هادي، وبقيت كنهضر معاه. قال لي سكتي راجلك غيسمعك. قلت له شنو؟ قال لي شوفي بنت الناس، الكاميرا راها فين؟ كلشي كتسجلو، انتي عريانه ومارست عليك علاقه. قال لي راك غتهضري هك ولا هك؟ غنبين هادشي لراجلك ومرجعتك انتي اللي خاسره وغتطلقي. قال لي انا ما خاسر والو. قال لي انا انتي اللي جيتي عندي برجلك، ماشي انا اللي عيطت لك. قال لي غادي نتهمك شي تهم اللي هما خايبين، فاما غادي تسكتي وتجمعي فمك وتقول راجلك راني بريت، ولا غادي ندير شرع يدي. انا خفت اخوتي وانا مازال يلاه تزوجت، ما نقدرش نطلق، ما نقدرش نرجع للدار والديا، فبقيت هكاك. قال لي المهم هادي مرتي توصلي للدار عيطي لي ضروري. قلت له صافي واخا نعيط لك. مشيت انا وراجلي. قال لي كي دازت الامور؟ قلت له زوينه. وكنعاود له قلت له الحمد لله هاد الفقيره زوين ودواني، وبجهد الله ان شاء الله راني بريت. فمشيت للدار، بقيت هكاك. راجلي خرج يتقهوى مع صحابو وانا بقيت في الدار. فعيطت لداك الفقير قلت له حرام عليك على داكشي اللي درتي لي، وربي راه ما غيسمح لكش. انا جيت عندك ندا وانا عندي راجلي وانا حور ما عليك. قال لي ما كنعرفش انا اختي هادشي. قال لي انا غادي ندير معاك واحد الحل باش تبقى العلاقه ديالنا زوينه. قال لي قلت شنو هو هذا الحل؟ قال لي غتصيفطي لي 10,000 درهم عاد نسمح لك. قال لي لا ما صيفطتي ليش هذا الشيء، الفيديو ديالك غيوصل لراجلك ونقول له انت كتعرفني ودايرين انا وياك علاقه وها هي فين، وانا بطبيعه الحال انا غنخرج منها عادي ما عنديش مشكل، ولكن انت اللي غتمشي فيها. فتخيلوا معايا مشيت عند راجلي قلت له عافاك سلف لي 10,000 درهم وانا ما عنديش منين نردها له. قلت له راه ماما حقها محتاجاها وراها حشمات باش تطلبها لك. قال لي ماشي مشكل. مسكين مشى كيجري لابونك وجاب لي 10,000 درهم وصيفط لداك الكلب. قلت له صيفط لي سميتك وكنيتك وانا غنصيفطها لك. عطاني سميتو وكنيتو وصيفطها له. قال لي دابا عاد تشاو تشاو. قلت له حرام عليك الله يخت فيك الحق، والله ان شاء الله تاكلها بالسم. قال لي لا ماشي هذه هي النهايه، خصك مره تبقاي تدوري معي. انا اخوتي هاد الفقيره سيزاني كل مره كنصيفط له 1000 درهم، مره 1500، مره 2000 درهم. انا ما بقيتش قد على هاد الشيء، فانا مستعده انني نواجه راجلي ونطلق، ما عنديش مشكل. عندي ولد وبنت مع راجلي وانا خايفه بزاف، خايفه على راجلي يسيق الخبار. واش غنقول لكم؟ واحد الراس كيقول لي نصارح راجلي، وواحد الراس كيقول لي لا راه غادي دير راسك المشاكل. خوتي عافاكم اللي عنده شي معلومه ولا قادر باش يساعدني باي حاجه يوقف معايا، والناس القانون الله يجازيكم بخير، لانني وصلت لواحد المرحله اللي ربي اللي عاني بيا، فوليت كنفكر انني نطلق من راجلي ونمشي نتهنى، لانني باش نتصنت غير على واحد الحريق واحد، لان جوج ديال الحريق ما عيني لولادي، ما عيني لراجلي، ما عيني للفقيه اللي كيهددني. راجلي تايق فيا 100%، ولكن راه غير اون فوا يسيق الخبر لهذا الشيء راه منكم وجبت اخوتي راه ما غاديش يرحمني. شكرا لكم اخوتي كاملين، الله يجازيكم بخير، عتقوني وعتقوا هاد الوليه.
لانني راه ربي اللي عالم بيا. شكرا لكم اخوتي، والله يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبسلامه عليكم.